السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم جيت معاكم بوصفة سهلة واقتصادية وسريعة. كما تشوفوا حنحضر معاكم جبن الطري للطلي ولا لفطور الصباح ولا لساندويتش بطريقة مبسطة، ويعني نتيجة ولا أروع بالذوق اللي تحبوا تحضروه، يعني تحضروه لوليداتكم كما تشوفوا لفطور الصباح. حاجة نقية على بالكم واش حطيتو فيها، قلت لكم بالذوق اللي تحبوا نتوما، تحبوا بالكومونبير، تحبوا لافاش كيري، شيزي الذوق الفرماج اللي تحبوه تحضروا به. هذه هي النتيجة يعني أمامكم موضحة بنتيجة ولا أروع، يعني وطريقة مبسطة. واش نحتاجو فيها؟ يعني نحتاجو فيها غير شكارة حليب، يعني تكون رايبة من اليوم فصاعدا، ما تزيدوش ترميو الحليب اللي يريب لكم، يعني استغلوه وديروا به جبن طري ما شاء الله يجيكم نتيجة ولا أروع. عندي هنا شكارة حليب كما تشوفوا، جيت نفيضها لقيتها رابط لي هنا. واش الحاجة اللي نديرها وهي هكاك سخونة، نجي نصفيها، نجيبو نصفيو الحليب تاعنا، الماء هذاك نخليوه يهبط ما نخليوش يعني يهبط كامل، ونحطوه يعني هنا في الروبو ولا تحبوا بالميكسور كما تحبوا. نجيبو نهزونا هذيك الفراره اللي من الفوق ونحطها في الروبو تاعي، ونزيد نحط له هنا شويه تاع الماء من الجبن هذاك، من الماء عفوا هذاك تاع اللي صفيت به. يعني هنا طريقة قلت لكم راها سهلة. الماء هذا تخليوه يعني تخليو منه، ومن بعد كي ترحيوه وتشوفوا القوام نتوما اللي حابين، ولا كان حابين يكون متماسك ما زيدولوش الماء بزاف، ولا كان حابين يكون طري القوام يعني اللي تحبوه زيدوا فيه شوية من الماء هذاك. وجبت انا هنا عندي هنا فرماج، هذا عندي فرماج شويه تاع شيزي، وزدت رشه ملح، ونزيد هنا شويه فرماج ربي. قلت لكم هنا الذوق اللي تحبوا لافاش كيري حطوا من 3 4 حبات، تحبوا كومونبير، تحبوا يعني الذوق اللي تحبوه في الفرماج حطوه في هذه. والطريقه هذه لازم يكون هو هكاك يكون سخون، وانتم تجيو ترحيوه يتخلطوا لكم المكونات هذوك مع بعضهم ويندمجوا مع بعضهم. هنا زدت شويه تاع فرماج رابي، النوع اللي تحبوا نتوما تحطوا فيه، يعني قلت لكم هنا الذوق اللي تحبوا. وهنا تقدروا حتى تحطوا سنينه توم، تحطوا شويه زيت زيتون، تحبوا توابل فلفل الكحل، المهم هنا كما تحبوا تنكهوا نتوما احرار. هنا بعد ما ميكسيتهم مع بعضهم كما تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه، هنا نحطوه هنا نحتفظوا به يعني في الثلاجة، والوقت اللي نجيو نستعملوا نجبدوه عادي، حطوه هنا في بواط ولا كما تحبوا، وحطوه في الثلاجة او خليوه. وهذه هي النتيجة كما تشوفوا اللي تحصلنا عليها، فرماج صنع منزلي بطريقة مبسطة. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، ونقول لكم هنا مع السلامة في فيديوهات قادمة ان شاء الله. دمتم اوفياء حبيباتي.